بسم الله. السلام عليكم. إن شاء الله عند رغبة بعض الإخوان والأخوات لكي يتصلوا باستمرار لكي يستعانوا على كيفية إبطال السحر وعلى الرقية الجماعية، هل هي تفيد؟ وعلى الحجامة، هل هي أيضا تفيد في إخراج الجن أو قهر الجن من بدن الإنسان؟ فنبدأ بكيفية إبطال السحر. الأمر سهل جدا. أول شيء أخي المصاب أو أختي المصابة بالسحر تأخذ الماء، كأس الماء أو كأس زيتون بجوج، يعني تقرأ على الماء فتح الكتاب 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، آية السحر أو على الأقل هذه الآية: وقدمنا إلى معلم العمل فجعلناه هباء منثورا 7 مرات. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 7 مرات. المعوذتين يعني الفلق والناس 3 مرات. هذه تقرأ على الماء وتعملوا فيه الكاس، تعملوا فيه لتر أو 5 لتر ديال الماء كبيرة باش تكفيك. قبل ما تخلص تزيد على ماء آخر ثاني باش حتى تكفيك إن شاء الله. وترش بها أركان البيت ديالك إلى الحمام، وترش باب المنزل ربما يكون مشوش سحر مشوش، وترش فراش 7 أيام. والزيت الزيتون نفس الشيء تقرأ عليه، وكذا زيت الزيتون هذا تشرب منه ملعقة الصباح قبل الفطور. ربما يكون عندك حتى لك هذاك السحر مأكول ترجع بإذن الله تعالى، وتتنبي من فصل ذلك كم يوم؟ 40 يوم. 40 يوم احتمالا ربما يكون عندك سحر يتجدد، يعني السحر يسحب لك باستمرار. هذا يفيدك اكثر. تبدا بهذه الخطوه هي الاولى. بعدين ما تبقاش حضر الجني ما تاثر فيه او كذا، استمر بالدهن واستمر برش الماء 7 ايام. فوق 7 ايام ربما الالم يزداد، ما تخافش استمر، يعني حنا النتائج تبان. ما تحاولش تقلب على الخطوه الاولى، ابدا بنفسك انت. بعدين اذا تغلبتي او كنت ما قدرش، استعن بالله عز وجل واستخر الله عز وجل في اي راقي اللي تحت الراقي باش عنده، ممكن من حقك تبحث عليه، واذا ارتاح قلبك ليه توكل على الله تعالى معه. هذا نقطه مهمه على الراقي، لان السحر كما الله عز وجل ان الله سيبطله، ما يبطل شي واحد تجي يقول هو يعني راقي ولا اخت ترقي. يعني الله السحر يبطل الله عز وجل، كيبقى الراقي على حساب ايمانه، على حساب ايمان الراقي تجربته، يعني مع التجربه مع هذا. اما الايمان يعلمه الله. ربما تقول ايمانك اخي احسن من ايماني والعلم لله. يعني اول شيء تبدا انت بنفسك، فشلتي حاول تبدا مع راقي، والراقي كما قلت لك اذا كنت عنده تبحث عليه تاكد منه، وبعدين توكل الله تعالى معه. اما السحر فهو كثير ومتنوع، يعني سحر مريض تحت الارزاق، طريق الزواج، سحر كاين سحر مرشوش، كاين سحر المحروق الحق عند الساحر، كاين سحر المدفون، كاين سحر اللي في الهواء، كاين سحر اللي كيتحرك ويترمى، كاين سحر اللي كيترش، كاين سحر اللي باليد، كاين سحر بالجبهه كيف نعملوا، كيف الخلاص، كاين سحر بالملابس، كاين سحر بالفراش يرش، يعني هذا خلاص منه بالطريقه هذه. هذا ما قرأ القرآن ترش في اركان بيتك، والزيت الزيتون تدهن به 40 يوم على الاقل. بعدين استمر، اذا وليتي بخير كفى الله، باقي شويه استمر. العجز السحر باقي ما تقدرش، باقي ما تقدرش. قلنا من يوصل وقته يبطل الله عز وجل ان الله سيبطله. كما ننتهي من السحر. نعود ان شاء الله على الرقيه الجماعيه. يقولون الرقيه الجماعيه يسالوا هذه هي تفيد العلاج، يعني في قهر الجن وخروج الجن. الرقيه الجماعيه لا تفيد بشيء، وربما تكون سبب في بعض المشاكل. علاش؟ لان هناك بعض المريض يكون عنده جن قديم، جن متزوج وساكن فيه جن، والجن له عنده اولاد وعاشوا عاشوا في الجسم هذا في البدن، عند الخروج يصعب عليه الخروج، يعني ما يعرفش كيف يخرج. لازم الراقي يساعد، حين يساعد المريض. هي رقيه فرديه تفيد، مفيده جدا على الرقيه الجماعيه. الرقيه الجماعيه علاش؟ اللي الرقيه الجماعيه يقرا، الراقي يقرا والفقيه يقرا، هذا يغوت له، هذا يتحير هنا، هذا يجذب هنا، هذا ما كيستانسش. يعني ممكن يجي يحضر جني واحد يبقى يغوت يصرخ يتحير ياثر على الاخرين، يعني ما يستانسوش. فهمت؟ يعني هنا الرقيه الجماعيه ما تجيش، او يحصل شي جن يطلع يحصل يبي يخرج خوار ما يقدرش يتكلم، يقدر يسبب مشكله للمريض، يقدر يخنقه، يقدر يؤدي به الوفاه. نعم، هذا الجواب على الرقيه الجماعيه. انا احب الرقيه الفرديه، يعني حاله لان الجن ما يقهروا الا كلام الله، وبالخصم يتخذوا النواس وتواجه معاه حاله ولا ما تضربش، يعني الجن يحضر العصا تضرب خفيف، هذه مفيده على الرقيه الجماعيه. لذلك ما قلت ان هناك نوع من الجن يتاثر لما تاخذها من النواصي تقرا ان شاء الله. بالنسبه للسؤال الاخر هو هل الجن يحرق؟ الجن نعم يحرق بكلام الله،
أم يقهر بكلام الله أم يغادر البدن عن طواعية. يعني ممكن الجن يغادر البدن عن طواعية، ممكن تعمل خير وصدقة تصدق به الشفاء والله عز وجل يرسل الملائكة ويسهل أمرك. ممكن الجن يقرأ أول راقي قبل ما يقرأ الراقي. من الحالات جوع الحمد لله والمستوى عندي جو معافين شفاهم الله عز وجل. يعني في جن ضعيف، في جن آخر أكثر واحد جات ميلية يتكلم مع جن قبل ما يدخل المغرب قال أنا ما نحبش الشيخ كويس، أنا ما نحبش نتعامل مع الشيخ، أنا غادر أبدا بإذن الله. قالت جي عندي وقالت الجن مشى قلت لها كيف عطيك مشى؟ قالت هي قال لها بأنه الشيخ ما حبش نتحارب يعني معه. قالت على العلم ما نقول عافاها الله أحسن الثقة، كانت لها غصة زالت منها الغصة في الصلاة ديالها وعافاها الله عز وجل. يعني هذا الجن حذروه عن طواعية. في نوع من الجن ما يغادر أبدا إلا بالعصا، القرآن والعصا، يقهر بكلام الله ثم العصا. يعني نوع من الجن العصا تأثر عليه، يكون الجن دور الزليه. يعني الجن يخاف من العصا، نوع من الجن. العصا تفيد ولو ضرب خفيف، وفي نوع من العصا ضرب مبرح، هذا الذي يفقد الوعي، الذي لا يفقد الوعي يكون ضرب خفيف. ونوع من الجن يحرق. نعم، كيف يحرق؟ الله عز وجل يرسل السواد. يقول كما قال العلماء في نوع ممكن الله عز وجل يستعصر الامر تستمر مع الراقي، والله عز وجل يرسل الصواعق يتحق باذن الله. اما يقهر بكلام الله على يد راقي له ايمان يعلمه الله، على حسب ايمان الراقي. اذا عنده ايمان باذن الله تعالى يوفق الله عز وجل باش يقهره ويمشي دليل. هذا بالنسبه للجواب على الجن يحرق. نعم. حجامة، آخر سؤال نطرح هو الحجامة. طرح نسمع هل الحجامة تفيد في إخراج الجن من البدن؟ الحجامة لا تفيد بشيء في إخراج الجن من البدن، لو كانت يا ريت. الحجامة سنة نعم، لكن مرة في السنة كوقاية وكعلاج، مش مرة في الشهر أو مرة في الشهر، مرة في السنة. وعندنا شهر معين في أواخر شهر الربيع من الشهر الهجري يوم 17 19 21 مرة في السنة. ومنهم من مستحب مرة على طول مدى الحياة في عهد الصحابة مرة في الحياة، في حياة النبي. مش الحجامة ليس لها إفادة شيء في الجن. يعني الجن يفيد ما يفيده إلا القرآن كلام الله ولو بفاتحة الكتاب، والحمد لله بتوفيق من الله عز وجل بفاتحة الكتاب والعصا يكتب مع الجن. وأعطينا حالات عندنا كنا سببا في عدة حالات، الألوفات من الحالات بفاتحة الكتاب والعصا، العصا من العصا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.